ولذلك واحد راح لأبو الدرداء وهو في السوق، قال له يا أبا الدرداء لقد احترق بيتك. قال له لا لم يحترق. عجيب، تخيل واحد فينا لا سمح الله يعني شر بره وبعيد جاله تليفون قال له بيتك ولع، هيعمل ايه؟ هيطب ساكت. والله أبو الدرداء بكل سهولة قال له لا ما اتحرقش. قال له لقد احترق بيتك. قال لم يحترق. في المرة الثالثة قال لقد احترقت بلدتك بما فيها بيتك. قال لا لم يحترق، لأني قلت اليوم كلمات علمنيهن رسول الله. شوف اليقين. وقال لي رسول الله من قالها صباحا ومساء لم يصب بسوء في أهله أو بيته أو ماله. ماذا قلت؟ اللي هو دعاء الكفاية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الراجل قالوا طب تعالى نشوف الموضوع ده. فذهبوا فوجدوا أن كل البيوت قد احترقت إلا بيت أبي الدرداء. عجيب اليقين اللي يتعشم في ربنا والله ربنا ما يخيبه أبدا.